السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المصائب التراثية التي نلمسها في كتب التراث تصور الذات الإلهية بعقلية مسطحة غبية ومحدودة تحكمها تصورات وصور رسمتها بعض المرويات المعنعنة كأحاديث المعراج الأسطورة التي لا وجود لها، وأحاديث القيامة والآخرة والشفاعة والجنة والنار، وصورة الله تعالى فيها التي صنعتها الخرافة والعقل البشري الجاهل. للحقيقة أن صورة الله جل وعلا عند أهل التراث هي صورة مجسدة وبشرية قاصرة عن الفهم، فهو في تصورهم ملك عظيم نرجسي مستبد غاضب لأي سبب وحاقد على خلقه يتربص بمن يخطئ ليعاقبه، جالس على عرشه الذي تحمله ملائكة وتحفه ملائكة وتسجد له ملائكة وتتلقى أوامره ملائكة، وكأن الله حاشاه له جسد وحجم ووزن وحدود، يدنو ويتدلى من أجل بشر، وينزل للسماء الدنيا ليسمع أدعية المسلمين في ليالي محددة، وكأنه حاشاه تعالى لا يستطيع سماعها في مقر عرشه المتخيل في السماء السابعة. الله عند أهل التراث يميز بين البشر وفقا لمعتقداتهم وجنسهم، وحتى يميز بين رسله يوم القيامة فيقبل وساطة رسولنا الكريم محمد في أمته فقط، فيدخل أغلب أمته الجنة، وباقي الأمم ليس لها واسطة، فرسلهم وأنبياؤهم ليس لهم شفاعة فيدخلون النار. كما أنه ذكوري يكره النساء فأغلبهم في النار، والذكور وحدهم هم من يحظون في الجنة بأعداد هائلة من الحور العين، وغيرها الكثير من الصور التي تظهر صورة الله متحيز وغير عادل وينفعل بسرعة وسلوكه كالبشر، ولا أقول إلا قاتلهم الله أن يؤفكون، وحاشاه تبارك وتعالى عما يصفون. بينما في القرآن الكريم وصف الله نفسه كثيرا بقدراته وصفاته الكاملة المطلقة في كثير من الآيات، والتي تتناقض كليا مع صورته الواردة في المرويات المكذوبة، ونذكر بعضا منها للتوضيح، حيث يقول تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء، أي لا يمكن أن تشبهه بأي شيء في الوجود ولا في الخيال، فهو الكامل المتفرد المطلق القدرات والصفات، فلا مكان له ولا زمان ولا حدود ولا حجم ولا شكل ولا وزن ولا مشاعر مثلنا كبشر. هو خارج كل قوانين الوجود لأنه هو من خلقها ووضعها. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لاحظوا أنه قال أحد ولم يقل واحد، لأن الواحد رقم له سلسلة رقمية، بينما أحد متفرد ومتميز بوحدانيته. الله نور السماوات والأرض، ومن نور الله يأتي العلم والوعي والحق والضياء والهداية، ورحمتي وسعت كل شيء، أي أنه إله الرحمة، وكتب ربكم على نفسه الرحمة، أي أنه وضع لنفسه الرحمة قانون يلتزم به، وما ربك بظلام للعبيد، أي أنه في منتهى العدل ولا يظلم أحدا. وأخيرا لا يمكننا تصور الله ضمن تفكيرنا المحدد وخيالنا المحدود، فهو خارج التصور البشري المحدود، ولا نستطيع معرفته إلا من خلال ما حدثنا هو عن نفسه في كتابه الكريم. ويقول الله: فما ظنكم برب العالمين. فلكل إنسان ظنه وسعة خياله التي يتصور بها الله، لكنها بالتأكيد صورة محدودة وجزئية، ولن تكون صورة الله الحقيقية الكاملة التي لا نستطيع احتواءها، لأنها خارج كل التصورات البشرية. ترد كثير من الأحاديث التي لها علاقة بالصفات الإلهية، كتلك التي تصور الله بما هو أقرب للتشبيه والتجسيم، حتى اضطرب العلماء في وجوه حملها وتفسيرها، فأغلب الصفات المادية التي يتصف بها البشر هي نفسها واردة في الخالق، فله وجه وعين ويد وكف وقبضة ويمين وساعد وذراع وأصابع وأنامل ورجل وقدم وساق وشعر، وأن من صفاته أنه يتكلم بصوت وحرف، وأنه يعجب ويضحك ويتردد ويستحي ويغار ويهرول، وأنه رؤيا فإذا هو شاب جعد قطط، أو أنه في صورة شاب أمرض، وأنه يكشف عن ساق، وأنه يضع قدمه في نار جهنم فتمتلئ، كما أنه يستلقي فيضع إحدى رجليه على الأخرى. وأغلب هذه الصفات وردت في الصحاح جمعا أو انفرادا، فقد ورد في صحيحي البخاري ومسلم أن الله خلق آدم على صورته،
فعن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله ادم على صورته طوله 60 ذراعا. كما ورد ان لله يدين، ففي رواية ان كلتيهما يمين، وفي اخرى ان له يدا شمال، وكذا ان له عينا وهو ليس باعور، كما نقل ابن بطال بحديث العين، وكيف ان النبي اشار بيده الى عينه كدلالة على ان عينه كسائر الاعين. واعتقد هؤلاء وامثالهم ان لله عينين لا اكثر ولا اقل، واستدلوا على ذلك من دليل الخطاب في نص الحديث المشار اليه: ان الله ليس باعور. وورد ايضا ان لله اصابع، ففي رواية عن عبد الله بن مسعود انه جاء حبر من اليهود فقال: اذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على اصبع والاراضين على اصبع والماء والثرى على اصبع والخلائق على اصبع، ثم يهزهن ثم يقول: انا الملك انا الملك. فلقد رأيت النبي يضحك حتى بدت نواجزه تعجبا وتصديقا لقوله. ثم قال النبي: وما قدر الله حق قدره، الى قوله يشركون. وفي بعض طرق هذا الحديث لم تذكر عبارة تعجبا وتصديقا لقوله، واعتبرها البعض من قول الراوي، وهي باطلة، لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصدق المحال، وهذه الاوصاف في حق الله محال. وقد شكك ابو سليمان الخطابي باحاديث الاصابع، وقال: لم يقع ذكر الاصبع في القرآن ولا في حديث مقطوع به. وقد تقرر ان اليد ليست بجارحة حتى يتوهم من ثبوتها ثبوت الاصابع، بل هو توقيف اطلقه الشارع فلا يكيف ولا يشبه. ولعل ذكر الاصابع من تقليد اليهودي، فان اليهود مشبهة، وفيما يدعونه من التوراة الفاظ تدخل في باب التشبيه ولا تدخل في مذاهب المسلمين. واما ضحكه صلى الله عليه وسلم من قول الحبر فيحتمل الرضا والانكار، واما قول الراوي تصديقا له فظن منه وحسبان. وقد جاء الحديث من عدة طرق ليس فيها هذه الزيادة. كذلك ورد ان لله قدما يضعها في جهنم، ومن ذلك ما روي عن انس بن مالك من ان النبي قال: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها الى بعض وتقول قط قط بعزتك وكرمك. وفي رواية اخرى عن ابي هريرة ان الله يضع رجله فيها فتقول قط قط. وقد بلغت روايات القدم والرجل في الصحيحين وغيرهما 12 رواية، كما اخرجها الدارقطني في كتاب الصفات. كما ورد ان لله ساقا يكشف عنه يوم القيامة، حيث روى عن النبي في حديث طويل ان الله يسأل جماعة من الناس ان كانت بينهم وبينه آية يعرفونه بها فيجيبون بنعم، فيكشف الله عن ساق، وعندها لا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه الا اذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء الا جعل الله ظهره طبقة واحدة، كلما اراد ان يسجد خر على قفاه. وروى البخاري على شاكلة ما سبق في حديث طويل ان النبي وعد امته بانهم سيرون الله تعالى يوم القيامة كما ترى الشمس والقمر ليلة البدر، حيث يجمع الله الناس فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الامة. فيأتيهم الله فيقول: انا ربكم، فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فاذا جاءنا ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول: انا ربكم، فيقولون: انت ربنا، فيتبعونه، وكأنهم فعلا يعرفون صورة الله. وفي رواية اخرى جاء التعبير عن ذلك: فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول: انا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فاذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون فيقول: انا ربكم، فيقولون: انت ربنا، فيتبعونه. هل هذا يعقل؟ كما ورد ان لله وجها وبصرا له حدود وحجابا من نور، ومن ذلك قول النبي: حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه. وورد ايضا ما يقتضي تحديد الله في جهة من الكون، ففي رواية تبدي انه في السماء، وفي اخرى انه قبالة وجه المصلي. وكما جاء في صحيح مسلم ان النبي سأل جارية: اين الله؟ فاجابت: في السماء. فقال: من انا؟
قالت أنت رسول الله، فقال النبي لمالكها اعتقها فإنها مؤمنة. وفي رواية أخرى قال النبي إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه إذا صلى. كما أورد البخاري حديث الإسراء وفيه أن النبي وصل إلى سدرة المنتهى، وعندها دنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، فأوحى الله فيما أوحى إليه 50 صلاة على أمتك كل يوم وليلة. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئت، فعلا به إلى الجبار فقال وهو مكانه يا رب خفف عنا. وقد علق أبو سليمان الخطابي على هذه الرواية بالقول ليس في هذا الكتاب صحيح البخاري حديث أشنع ظاهرا ولا أشنع مذاقا من هذا الفصل، فإنه يقتضي تحديد المسافة بين أحد المذكورين وبين الآخر وتمييز مكان كل واحد منهما، هذا إلى ما في التدلي من التشبيه والتمثيل له بالشيء الذي تعلق من فوق إلى أسفل. وقال أيضا إن الذي وقع في هذه الرواية من نسبة التدلي للجبار عز وجل مخالف لعامة السلف والعلماء وأهل التفسير من تقدم منهم ومن تأخر، واعتبر العهدة في ذلك على شريك الذي رواها عن أنس. وجاء في عدد من الروايات أن لله انتقالا وحركة فهو ينزل إلى السماء الدنيا، وكما روي عن أبي هريرة قول النبي ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وورد في الصحيحين أنا لله هرولة. وكما روي عن أبي هريرة قول الله أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. كما ورد في الصحيحين أن الله يضحك ويتعجب ويتردد ويغار. ففي رواية عن أبي هريرة أن رسول الله قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. وروي عن أبي هريرة أيضا قول الله ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. هنا الله يتردد. وجاء حول غيرة الله الكثير من الروايات، وهو أنه لا أحد أغير منه، وفي بعضها أن الله حرم الفواحش لغيرته. ومن ذلك ما جاء عن عبد الله بن مسعود قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش، وما أحد أحب إليه المدح من الله. وفي رواية عن عائشة أن رسول الله قال ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته تزني. وفي رواية أخرى عن أبي هريرة أن النبي قال إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. كما في رواية أخرى عن المغيرة أن سعد بن عبادة قال لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مسفح، فبلغ ذلك رسول الله فقال تعجبون من غيرة سعد، والله لأنا أغير منه والله أغير مني. ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. أعزائي المتابعين، ما رأيكم؟ هل يمكن أن نقبل هذه الروايات والأحاديث بعد أن قال الله في القرآن عن نفسه ليس كمثله شيء؟ وشكرا.